غدا النهاردة هيبقى معانا كسكسي ولحمة. يلا بينا نشوف طريقة عمل اللحمة وطريقة عمل الكسكسي. معايا اللحمة مادة دهنية زي ما بنقول كل مرة، لو في شوية دهن هتعملي بيهم أو سمنة أو زيت زي ما انت عايز. واحط فيهم بصلاية تشوح مع ورقتين ورق لورا، شوية توم وعود قرفة. لو في حبهان حطي فصين حبهان. كل دول هشوحهم في الزيت أو السمنة، وهحط اللحمة تشوح معاهم. كل ده هياخد من طعم بعضه ومن ريحة بعضه. وبعد كده معايا المكون السري والسحر اللي هيخلي اللحمة تستوي بسرعة، مش هيخلي لها أي ريحة، وهيخلي اللحمة طعمها حلو ومش هيبان طعمه في اللحمة أو ريحته في اللحمة. البرتقال، هحط برتقانية كده بعد ما اللحمة تاخد لون مع البصلاية مع الورق اللورا والحاجة المكونات دي كلها. هحط برتقانتين. هينزل المية بتاعته، الصوص بتاعه كده هيسوي اللحمة بسرعة، كأنك انت حطيتي معلقتين سكر للحمة عشان ما تغيبش في التسوية. هي اللحمة دي ما هي صغيرة خالص، يعني هي في الوسط، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. معايا في الوقت ده مية مغلية، شوية فلفل اسود وهحطهم وشوية المية المغليين. وبعد كده هتعوزي اللي تعملي اللحمة في صينية كمان، يعني انت ممكن هتستغلي كده الشوربة. هتعملي منها فتة، هتاكلي بيها اي حاجة، وتعملي منها محشي. هتعملي شوية بصل للصينية، اللحمة هنعملها في الصينية، شوية بصلتين 3، الكمية اللي انت عايزاه. قطعي جوليان، فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. هتقطعي كل ده، هيدبل كده، ما احناش حطينا اي زيت ولا اي حاجه خالص. هيدبل كده مع بعضه. وهتحطي له شويه صلصه، مش بتحبي الصلصه، مش عايزه تحطي لا طماطم ولا صلصه، زودي شويه شوربه صغيرين. اللحمه قبل ما تستوي ب10 دقايق او ربع ساعه حطي لها شويه ملح وشويه صلصه، معلقه صلصه بس تغير اللون بتاعها. وحطيتي اللحمه مع الخضار ده، هتاخد من طعم بعد ما شويه فلفل اسود مع شويه ملح، هتاخد من طعم الخضار ده. وبعد كده اول ما تنشف هطفي عليه. هي مستويه بس ناقصها تكه كده، وبعد كده هتطفي عليها. معايا للكسكسي، هنعمل الكسكسي النهارده بطريقه سهله وجميله ومش هتتعب اي حد. شويه ملح وشويه ميه وكيلو دقيق. هبس كده الدقيق بالميه. انا هعمله النهارده، كنت عامله الاول فيديو على القناه بالغربال، انا عاملاه دلوقتي للبنات اللي لسه متجوزين او العرايس او الست اللي ما عندهاش غربال. تعملوا بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت. بسيت كده الدقيق بالميه كل الكميه، وكانك انت بتبسي كحك. وبعد كده حطيت المصفى، انا استغليت ان انا بعمل لحمه، حطيت المصفى على الحله اللي فيها اللحمه وهسويه عليه. عندك القماشه تبقى نظيفه للكسكسي او للشعريه او للمخروطه، دايما تغسليها وتشيليها في كيس لوقت ما تحتاجيها، هتلاقيها تبقى نظيفه. المصفى دي ان ما كانتش على مقاس الحله، يعني في حاجه اصغر من حاجه او حاجه اكبر من حاجه، وفيه تطلع البخار من الجوانب بتاعه الحله. عجيني شويه دقيق بساط خالص ولفها حوالين المصفى. ان كان في مصفى من بتاعه الكسكسي دي، يعني الحله بمصفتها يبقى احسن في العمايل، علشان خاطر البخار يسوي الكسكسي على طول، ما يغيبش في التسويه. لانها لو بتطلع البخار من كل الجوانب ما هيش هيستوي، هيغيب في التسويه. سويته 3/4 ساعة أو ساعة، وهفرغه كده على الصينية وأفرده كده وهزقيه شوية لبن. فيه ناس بتحط شوية بيكنج باودر على اللبن، أنا ما حطيتش أي حاجة. ورغم كده الكسكسي زاد النص لما عملته. سقيته شوية اللبن وهرده تاني في المصفى. وانت عملت المصفى وعملت فيها الدقيق، يعني عملت حتة العجينة مسكتها في الحلة عشان ما عنديش المصفى بتاعة الكسكسي. بشيل لما اجي ازود اللحمة، بشيل القماشة اللي فيها الكسكسي وازود من المصفى واحطها تاني واغطيها. اهم حاجة تغطيها بغطا يكون محكم علشان البخار يسويه. هرده تاني في المصفى نص ساعة، وبعد كده هنزله تاني. اعمله في الكبة، وكان سهل ومغيبش ولا خد اي وقت. في الغربال بناخد وقت طويل، بس طبعا لا يعلى على عمايل الغربال. الغربال باعمال حلوة، احنا طول عمرنا بنعمل بيها طريقة حلوة، وطريقة بتاعت امهاتنا وجدتنا، طريقة جميلة، بس دي احنا بنقول علشان الوقت، ما عادش حد عنده يعمل في غربال والكلام ده كله. دلوقتي الكبة والحاجات الحديثة سهلت الدنيا.
عندنا المطحنة عملت فيها. انا دلوقتي نزلته من على اللحمة. اللحمة كانت استوت نزلته. هو استوى نزلته، ما سبتوش يبرد، عملته كده بس في المطحنة يا دوب بس لفة كده. تعمليه مش عايزاه يبقى ناعم خالص، عايزاه يبقى مخرز زي ما احنا بنعمله في الغربال. شوية فلفل اسود وشوية سمنة بلدي، ويا ريت السمنة شوية السمنة دول يكونوا لونهم اصفر، يخلي الكسكس لونه اصفر. ممكن تعمليه كده من غير فلفل اسود بشوية السمنة وهو سخن، وبعد كده تحطي شوية سكر مطحون وشوية جوز الهند تاكليه يبقى صنف حلو. فيديو لذيذ وسهل وبسيط، وكان غدا جميل. هتعملي شوية رز معاه براحتك، مش هتعملي، انت حرة زي ما انت عايزة. الاكل ده مزاج واذواق. لايكات وتعليقات وشاروا الفيديوهات علشان قناتي وصفحتي تكبر بيكم. فيديو سهل وبسيط وما خدش اي وقت. جبت اللحمه، انا سبت شويه في الشوربه هتعملي منها محشي، هتاكلي بيها كده، على تشربي بيها على ليمون، لسان عصفور زي ما انت عايزه. وبعد كده عملت الباقيين في الصينيه تاكلي بيها بالرز بالكسكسي زي ما انت عايزه. فيديو سهل وبسيط، وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.